صباحنا جميل تحت شعار جيل واعد. تنطلق يوم السبت القادم فعاليات صيف طيبة الطيبة. وعندنا في برنامج صباح النور يا بلدي أن فعاليات مهرجان صيف المدينة المنورة يتضمن العديد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تستثمر أوقات الأسر والأطفال والشباب فيما هو نافع ومفيد. ودامت أوقات الجميع بخير صيفكم سعيد. أصدقاء صباح استطلاع اليوم بعنوان الإذاعة في ضيافتك. سؤال الاستطلاعي يا صديق الصباح يقول: لو قامت أسرة برنامج صباح النور يا بلدي بزيارتك في مدينتك أو قريتك أو المنطقة التي تحدثنا منها، فما هي الأماكن السياحية أو الأثرية التي من الممكن أن نقضي فيها وقتا جميلا وممتعا ومفيدا ونحن نعيش بدايات الإجازة الصيفية؟ يسعدنا أن نتلقى مشاركاتكم على هاتفنا المجاني 8244 28 28 من الآن وحتى 9. طبعا والمجال متاح في نهاية كل مشاركة للموهوبين والموهوبات لتقديم آخر إنتاجهم الأدبي والفني شعرا ونثرا وإنشادا والمتعلق بالسياحة الداخلية والإجازة الصيفية. ومعنا أول اتصال. ألو مرحبا. الو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صباح النور والزهور. صباح الخيرات والمسرات. الله يحييك. كيفك اخوي ضيف الله؟ يا رسالة بخير الله يسلمك. كيفك اختي رنده؟ هلا فيك. فهد من الطائف. اي نعم حياكم الله. يا رسالة الله يحييك. في البداية تحية معطرة بالفل والورود لأسرة البرنامج والجميع المستمعين. يا رسالة احنا بعد نحييك كذا. طبعا حياكم الله، نستقبلكم بالورود والزهور. والطائف غنية عن التعريف، لكن نعطيكم لمحة موجزة بس. طيب. وفي نهاية أبيات شعرية إذا سمحتوا لنا. تفضل أكيد. طبعا يقول: تمنح الطائف تلك المدينة الواقعة على قمة جبال الحجاز زوارها وقاطنيها على حد سواء، ملجأ من حارات الصحراء وكثيرا من البهجة وجمال طبيعي لا مثيل له. تتلألأ هذه المدينة القديمة كالجوهرة تحت هواء الجبل النقي، وينجذب الزوار مباشرة عند مرورهم خلال شوارعها الرئيسية لجمالها الذي يمزج بين القديم والجديد. والطائف منطقة عريقة في جمالها والاهتمام بها، ويمتد تاريخ الطائف إلى أكثر من 2000 عام. والطائف مدينة لا تشبه إلا نفسها لتميزها بتاريخها وآثاره وبطبيعتها واعتزال جوها طول العام، وبحاضرها المتشبع بكل الوسائل والتقنيات العصرية. طبعا هناك مواقع أثرية وتاريخية. يعتبر قصر شبرا واحد من المعالم الأثرية المهمة للطائف، وهو عبارة عن قصر كبير من 4 طوابق، وقد استخدمه الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله، ويعتبر متحف تاريخي للطائف. ومن أهم كنوز الطائف الأثرية أنها تضم عدد من الآثار الإسلامية المتميزة من سدود ونقوش وغيرها، إذ يبلغ مجموع السدود نحو 70 سدا، تعتبر لوحة معمارية رائعة، وعليها الكثير من النقوش والآثار والتواريخ الدينية، وتشكل جميعها مناظر متناسقة مع الأودية والجبال المصممة فيها. كما أن هناك كنز كبير يفتخر الطائف به، وهو مقلع طيمية في حفر كشب، حيث يبلغ عمق الحفرة ما يقارب 300 متر وقطرها 1500، ويقال أنها حدثت بفعل جرم سماوي كبير اتطم بالأرض وأدى إلى حدوث خسف كلي لها. لقد حب الله الطائف بمخزون مائي كبير وتربة جيدة وطقس جميل، مما أدى إلى أن تتمتع منذ القديم الزمان بشهرة واسعة لخصوبتها، وما زالت الطائف تعتبر من أهم المراكز الزراعية الأساسية في المنطقة. طبعا هناك منتزهات مثل منتزه القرية الخضراء، قرية الكرة السياحية، حديقة الملك فهد، حديقة الملك فيصل، حديقة الحيوان، منتزه الشلال، أرض القمر، منتزه الجبل الأخضر، منتزه الحدبان، منتزه الشعلة. هذه لمحة مختصرة، ونعطيكم بعض الأبيات الشعرية إذا سمحتوا لنا. تفضل. بعنوان: يا مرحبا. يا مرحبا يا هلا بك في ربوع المصيف، بالورد والفل والترحيب جو اللطيف، من الهده للشفاء والمزن جعله رفيف، يشوقني شوقها لهبة سامها، يوم يجيب المصيف يمنا يوم عيد، كلام من قلبي يقوله وعلم وكيد، الله يديم الأمن والخير دايم يزيد، فالدولة اللي ترفرف دايم أعلامها. وإن كان تبغى الشعر يا أخوي فنو أدب، فيها عكاظ المسمى للمعارف جلب،
من كل صوب لفوا في مجمع للعرب والناس يمه تسير حثت أقدامها في قصر شبرة تراث من قديم السنين زوره وتلقى الكرم والطيب في كل حين واليا بغيت الطبيعة من يسار ويمين تبهرك باليالها فالوقت ويامها تقابلك نفحة عطور الهده والزهور كل يرحب وقلبه مبتهج بالسرور نغمة غلا رحبت فيها الشجر والطيور في قلوبنا تستوي وتبني خيامها في حكم ابو متعب اللي سر كل القلوب من شرق من غرب ولا من شمال وجنوب 7 سنوات انتهت والخير من كل صوب تحيا بلاد الشرف وتعيش حكامها. سلامتكم. تعيش حكامها. صح لسانك يا فهد، يعني ما شاء الله أخذتنا في جولة في ربوع الطائف، وأيضا من خلال هذه القصيدة التي عشنا من خلالها أجواء الطائف. يعطيك العافية فهد. حياكم الله وفي أحلى دائما. حياكم الله بوجودكم وجود الطيبين شرواكم. في أمان الله.